بيبدأ الفيلم سنة 1904 في نيويورك، وبنشوف إن في بلاغ جه للمطافي بيعرفهم إن في حريقة في مبنى كبير في وسط المدينة ومحتاجينهم ضروري. ولما رجال المطافي بيروحوا على هناك بيطلعوا المبنى بسرعة عشان يلحقوا ينقذوا الناس، لكن وهم داخلين بيكون في بخار ظاهر من ورا الباب، فبيفتحوا الباب بسرعة وبيتصدموا لما بيشوفوا كل اللي موجودين في المكان متجمدين على نفس الوضع اللي كانوا فيه. وبيظهر إن في شخص غريب موجود وسط الناس اللي اتجمدت لكنه مختلف عنهم، ولابس الزي الرسمي الخاص بقادة الجيوش في العصور الوسطى، وبيكون معاه كرة ذهبية عملاقة تقفل على الحاجة اللي جواها، لكن محدش بيلحق يشوف الحاجة دي كانت ايه. وبتمر السنين وبنشوف أسرة مكونة من أب اسمه جروبر وأم وأولادهم وهم سايقين العربية، وبنعرف إنهم مهووسين بصيد الأشباح. وفي الوقت ده بيكونوا سايقين بسرعة عشان يصطادوا شبح تنين، وبيكون معاهم المعدات اللي بيحتاجوها، وبيظهر إنهم محترفين في الشغلانة دي. وفجأة شبح التنين بيهجم عليهم وبيحاول يعيق طريقهم ويخليهم يعملوا حادثة، لكن أفراد الأسرة بيطلعوا معداتهم وبيقدروا يسحبوا روحه جوه الآلة اللي معاهم. ولما جروبر ومراته بيرجعوا البيت بياخدوا الآلة اللي حبسوا فيها روح التنين وبيدخلوها جوه جهاز شبه الخزنة عشان ينقلوا روح التنين للجهاز ده ويضمنوا انها مش هتخرج تاني ابدا. لكن لما بيجوا يقفلوا الجهاز مش بيعرفوا، بيفضلوا يحاولوا معاه وبيكونوا مستغربين جدا لانها اول مرة تحصل معاهم، وكان في قوة خفية جوه الجهاز ده بتمنعهم يقفلوه، وبينجحوا في النهاية انهم يدخلوها جواه. في نفس الوقت بنشوف شخص اسمه ري وهو قاعد في مكتبه بيصور حلقة للبرنامج بتاعه على قناته على اليوتيوب، وبنعرف انه كان بيشتغل زمان صيد اشباح لكنه تقاعد من فترة، وحاليا بيصور البرنامج ده ويشرح فيه التجارب اللي مر بيها. وبعد ما بيخلص تصوير في ست بتيجي علشان تقابله وبتوري له الساعة بتاعت جوزها اللي مات من فترة، وبتقول له انها بتحس بحركة غريبة فيها وشاكة ان روح جوزها محبوسة جوه الساعة دي. فبياخد ري منها الساعة وبيستخدم الجهاز اللي بيكشف الاشباح، لكن مش بيلاقي حاجة، فبتاخد الساعة وتمشي. وبعدها في شخص بيجي علشان يقابله بيكون جايب الكرة الذهبية اللي شفناها في اول الفيلم، وبيكون جاي عشان يبيعها لري لانه مش محتاجها. ولما ري بياخدها منه بيستخدم الجهاز عليها، لكن فجأة الجهاز بيفرقع وبيحصل زلزال في المدينة كلها. وطبعا ري بيكون مصدوم من اللي حصل وبيدي الفلوس للشخص ده وبيطلب منه يمشي بسرعة، ومش بيكون فاهم ايه القوة الخفية اللي جوه الكرة دي. في نفس الوقت الزلزال اللي بيحصل بيخلي خزنة الاشباح اللي عند جروبر تتأثر، وبتكون عمالة تتهز جامد كأن في حاجة عايزة تخرج منها بأي طريقة. فبيتواصل مع المديرة وبيعرفها ان الخزنة اتأثرت ولازم يعملوا اجتماع في اقرب وقت، وبيتواصل مع المهندسين عشان يجوا الاجتماع. وهناك بيسألهم لو كان في خزنة اكبر واقوى من اللي معاه، فبيرد عليه واحد من المهندسين وبيعرفوا ان في خزنة احدث من اللي معاه، وانهم هيتصرفوا ويشوفوا حل قبل ما خزنة الاشباح اللي عنده تنفجر والارواح كلها تتحرر. في نفس اليوم بالليل بنشوف كارلا بنت جروبر وهي واخدة الشطرنج وبتلعب في الجنينة لوحدها، وفجأة في شبح بنت بيظهر لها وبتقعد تتكلم معاها وتعرفها انها ماتت هي وعيلتها من فترة كبيرة، وارواح العيلة كلها صعدت ما عدا روحها هي. وراك بتكون حزينة جدا عشان كده، وبعدها بتلعب شطرنج مع كارلا وبتغلبها وبعدين بتختفي. وتاني يوم المهندس بياخد روجر وعيلته مع باقي الموظفين اللي شغالين عندهم عشان يوريهم الخزنة الجديدة اللي بيتكلموا عليها. ولما بيروحوا هناك بيتفاجئوا من التطور اللي هم عاملينه، لانهم بيشوفوا غرف زجاجية لاشباح مخصصة لحبس الاشباح، مش الخزنة الحديد اللي عنده ده، غير ان في اجهزة مخصصة لفصل روح الشبح عن الحاجة اللي مسكون فيها. يعني مثلا لو الشبح ده موجود جوه لعبة بيدخلوا اللعبة جوه الجهاز فبيفصل الروح عن اللعبة، وبتكون اصغر فبيقدروا يحتفظوا بيها بسهولة. وبيعرفوا جروبر ان الاجهزة اللي موجودة هنا هتساعده يحل اي مشكلة تقف قدامه، وبيطلبوا منه يطمن وما يقلقش. فبيسمع جروبر كلامهم وبيروح على البيت مع اسرته. وفي نفس اليوم بالليل ري بيودي الكرة الذهبية اللي معاه للمهندس عشان يحطها على جهاز فصل الاشباح اللي عنده. وفي نفس اليوم بالليل الموظفين اللي شغالين في المعامل هناك بياخدوا الكرة يدخلوها الجهاز وبيراقبوها من بره، لكن الجهاز مش بيقدر يطلع الشبح اللي جواها. وفجأة الكهرباء بتتقطع عن كل الاجهزة اللي في المعمل، وده بيتسبب في ان ابواب الغرف والاجهزة اللي الاشباح محبوسين فيها تتفتح، والاشباح بتكون على وشك انها تتحرر. فبيجري المهندس على الكمبيوتر بسرعة عشان يحاول يرجع الكهرباء من تاني، وبينجح انه يعمل كده على اخر لحظة. ولحسن الحظ ان الاشباح مش بتقدر تهرب لان الابواب بتتقفل تاني، ما عدا شبح واحد بس هو اللي قدر يهرب بسرعة. وبعدها المهندس بيروح علشان يمسك الكرة يطلعها من الجهاز، وفجأة ايده بتتجمد ومش بيكون عارف يتحكم فيها. في نفس الوقت كارلا بنت جروبر بتكون موجودة في بيتها، وروح ميلودي بتظهر لها من تاني، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبينزلوا المكان
المخصص لشغل جروبر، وهناك ميلودي بتشوف الخزنة للأرواح محبوسة جواها. في الوقت ده كارلا بتتكلم معاها وبتسألها لو كانت عرفت السبب اللي مخلي روحها لسه متعلقة معاهم على الأرض، فبتقول لها إنها ما تعرفش حاجة. وبعدها بتطلع عود كبريت هي محتفظة بيه من غير ما تعرف السبب، وبتوريه لكارلا وتقول لها إنه معاها من زمان، وفجأة بتختفي. وبنشوفها وهي ماشية في الشارع لوحدها. في نفس الوقت المهندسين وصيادين الأشباح بيتجمعوا كلهم حوالين الكرة الذهبية دي علشان يدرسوها، وفجأة الشبح اللي حواليها بيخرج منها وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل للمكان اللي ميلودي واقفة فيه عشان يتكلم معاها، وبيعمل معاها اتفاق انها تنفذ كل اللي هيقولوا ليها مقابل انه يرفع روحها للسماء. وبيكون عاوزها تأذي كارلا فبتوافق، لكن وهي خايفة على كارلا من اللي هيحصل فيها لانها حبتها جدا. في نفس الوقت المهندسين مش بيوصلوا لحاجة ولا بيعرفوا ايه حكاية الكرة دي، وبيبلغوا ري، فبيقرر يروح يقابل الشخص اللي باعها عليه وبيكون اسمه جون. ولما بيوصل هناك بيسأله هو جاب الكرة دي منين، فبيعرفوا انها كانت بتاعت جدته اللي ماتت من قريب، وبيفهمهم انه بعد موتها اكتشف غرفة سرية موجودة في البيت، وبياخدهم على هناك عشان يوريهم هو لقاها فين بالظبط. وبنشوف ان لبس قائد الجيش اللي كان موجود سنة 1904 في نيويورك لما المكان اتجمد، وجدران الغرفة كلها بتكون مصنوعة من النحاس، ده غير قرون الحيوانات والحاجات الغريبة اللي موجودة. فبيقرر ري ياخده مع المعمل عشان يعمل ابحاث عليه هناك، فبيوافق جون علشان يساعدهم. وبيروحوا على المعمل ويلبسوه خوذة فيها اسلاك كتير، وبيبداوا يعملوا عليه التجارب بتاعتهم، وبيحاولوا يشوفوا رد فعله هيكون ايه وايه اللي هيحصل عموما. وبيتفاجئوا ان النار اللي في الشعلة اللي وراهم بتعلى في كل مرة جون بيتضايق فيها، فبيحسوا بحاجة غريبة، وجون كمان بيكون مستغرب ليه النار بتزيد. وبعدها ري بياخد الكورة وبيروح بيها على عالم اشباح متقاعد اسمه دكتور هوبرت، وبيكون موجود في مكتبة قديمة جدا، ولما بيشوف صورة الكرة معاهم بيتصدم، وبيسألهم هم ازاي لقوا الكرة دي، وبيفهمهم ان الكرة اللي من النوع ده مش بيتحبس جواها غير الارواح الشريرة واللي محدش بيقدر عليها، وبيعرفهم ان لو الروح الشريرة دي خرجت هتدمر العالم بسبب قوتها الخارقة. وبيبدأ يتكلم معاهم عن اللي عملته مع قائد الجيش وجنوده لما جمدتهم زمان. وبعدها ريد بيرجع المعمل تاني وبيطلب يقابل جون، فبيجي وبيجيب لبس القائد اللي موجود في الغرفة السرية بتاعت جدته، ولما بيوصل بيتكلم معاه وبيعرفه ان في قوة بتربط بينه وبين النار ومخليه قادر يتحكم فيها، فبيقول لهم ان ده مش حقيقي، لكن لما بيجرب يحرك ايده قدام النار بيلاحظ ان كلامهم فعلا صح. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف ميلودي وهي واخده كارلا معاها ورايحين المعمل اللي الاجهزه موجوده فيه، وبتقدر تقنعها تدخل جوه جهاز فصل الارواح وتشوف ايه اللي هيحصل. فبتسمع كارلا كلامها وبتدخل جوه الجهاز، لكن بتظبط الوقت على دقيقتين بس على اساس انها تلحق ترجع تاني جوه جسمها. ولما روحها بتخرج من الجهاز بتقف تتكلم مع ميلودي وبتقول شفره سحريه، وميلودي بتكون خايفه جدا وبتعتذر لها على اللي هيحصل معاها. وبنفهم ان الروح الشريرة اللي جوه الكرة محتاجة تخرج، وعشان تخرج لازم روح انسان عايش تقول شفرة معينة عشان تحررها، وما ينفعش روح انسان ميت زي ميلودي مثلا عشان الكرة تتفتح. وبعد ما الدقيقتين بيخلصوا روح كارلا بترجع لجسمها من تاني، اما الروح الشريرة فبتكون اتحررت خلاص. وفجأة الروح الشريرة دي بتخرج من الكرة وبتكون على هيئة وحش عملاق وشكله مخيف جدا، ولما كارلا بتفوق مش بتفهم ايه اللي حصل ولا بتكون فاكرة حاجة. وفي اللحظة دي في بنت من اللي شغالين في المعمل بتحس ان في حركة غريبة جوه، وبتتصدم لما بتلاقي الروح الشريرة قدامها. وبعدها بنشوف الكائن ده وهو رايح على بيت جون، وبيدخل جوه الغرفة السرية بتاعت جدته وبياخد القرون اللي كانت متعلقة هناك، وبمجرد ما بيلبسها قوته بتزيد عن الاول كتير. وبمجرد ما بيخرج العالم بره بيدمره وبيجمد الشوارع والعربيات والناس والمية وكل حاجة. فبيجتمع كل علماء الأشباح في أمريكا عشان يشوفوا حل، وبيبدأوا يطوروا من الأسلحة اللي معاهم ويشوفوا هم ممكن يصطادوا ازاي. أما كارلا فبتروح تجمع كمية كبيرة من النحاس تسيحها وبتعيد تدويرها عشان تعمل منها الأسلحة الجديدة. وفي الوقت ده كل العلماء والصيادين بيتجمعوا لأنهم عارفين إن الشبح زمانه بيدور على جون وجاي هنا عشان يخلص عليه، لأنه الوحيد اللي قادر يتحكم في النار. وفجأة بيحسوا إن الشبح داخل عليهم بسبب الحركة الغريبة اللي حصلت في الجو والرياح اللي جاية عليهم وظهور التلج كمان في كل مكان. لكن بيظهر انه مش الشبح اللي هم مستنيينه، وبنعرف ان هو ده الشبح الوحيد اللي قدر يخرج من الخزنة. ولما بيدخل بيسكن جوه العربية وبيحاول يدوس كل الناس اللي واقفة لكنه بيفشل. فبيسكن جوه السلاح اللي مصوبينه ناحيته، بيكون على وشك انه ينهي حياة مايك ابن جروبر، لكن جون بيتحكم في النار بتاع
بتاعة السلاح على آخر لحظة وبيخليها تنحرف عن مسارها، وبيكون متفاجئ انه قدر يعمل كده. وبنشوف بعدها ميلودي وهي جاية تتكلم مع كارلا وبتعتذر لها على اللي عملته معاها، فبتقول لها انها مش فاهمة هي بتتكلم عن ايه. فبتبدأ ميلودي تحكي لها على اللي حصل وانها السبب في خروج الشبح من الكورة، فبتتضايق منها جدا وبتعرفها انها مش هتسامحها على اللي عملته الا لو ساعدتهم يرجعوا الشبح تاني جوه الكورة دي ويخلصوا الناس من اذاه. فبتوافق ميلودي تعمل كده، خصوصا ان الشبح ضحك عليها وما خلاش روحها تصعد للسما ولا حاجة. في نفس الوقت الشبح ده بيوصل المعمل وبيكون عاوز ينزل الخزنة اللي فيها ارواح الاشباح عشان يحررهم ويساعدوه يدمر العالم كله. فبيلاقي كل الصيادين واقفين مستنيين، واول ما بيشوفوه بيصوبوا اسلحتهم ناحيته وبيفضلوا يضربوا النار عليه، لكنه مش بيتأثر خالص منها وبيجمد كل الاسلحة دي. في الوقت ده جون بيوصل وبيكون لابس الزي الخاص بقائد الجيش اللي كان موجود في الغرفة السرية بتاعت جدته، وبيولع في الولاعة اللي معاه وبيكون عاوز يوجه النار ناحية الشبح، لكن الولاعة مش بتولع اصلا لانه خلص الوقود اللي كان فيها. وده اثناء ما كان بيتدرب هو هيعمل ايه، وبيجمد كل اللي موجودين في المكان. وبعدها بيتواصل مع الاشباح اللي موجودين خارج كوكب الارض وبيأذن ليهم بالدخول عن طريق البوابة اللي فتحها لهم، وده عشان يدمروا في الارض ويخلصوا على البشر. وفي نفس الوقت كارلا بتكون خلصت السلاح اللي كانت شغالة عليه اليوم كله، وبتطلع من المكان اللي كانت مستخبية فيه وبتضربه بالسلاح اللي معاها. والأول مرة الشبح بيتأثر بضرباتهم ومش بيقدر يسمح لباقي الأشباح يدخلوا لأن قوته ضعفت. في نفس الوقت ميلودي هي كمان بتظهر وبتولع عود كبريت كانت محتفظة بيه، وبمجرد ما النار بتظهر جون بيسحبها ليه وبيبدأ يتحكم فيها وبينجح في انه يفكوا كل اللي متجمدين. فبتقدر كارلا تمسك سلاحها من تاني وتصوب النار على الشبح في نفس الوقت اللي جون موجه النار اللي اشعلها من عود الكبريت ناحيته، وبينجحوا في انهم يضعفوه ويأثروا على قوته. وبنشوف ري وباقي الصيادين والعلماء وهم نازلين الجهاز اللي بيسحب الارواح، وبيفضلوا يغيروا في الاسلاك ويعملوا فيه تعديلات كتيره عشان الجهاز يشتغل ويسحب كل الارواح الشريره اللي كانت موجوده على الارض كلها. وطبعا الشبح اللي خرج من الكره بيدخل الجهاز معاهم لانه ما قدرش يصمد قصاد نار جون ودمر سلاح كارلا وقوه سحب الجهاز. وبنشوف روح ميلودي وهي بتودع كارلا لانها هتصعد السما مع عائلتها، وبنفهم ان السبب اللي روح ميلودي ما صعدتش عشانه هو اشعال عود الكبريت عشان تنقذ الارض من الشبح ده. وبعدها بيخرج علماء وصيادين الاشباح كلهم من المكان وبيلاقوا الناس كلهم واقفين مستنيينهم بره وبيحيوهم على المجهود الكبير اللي عملوه عشان ينقذوا كوكب الارض. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تسيب لنا رايك تحت في الكومنتات. اشوفكم على خير الفيلم اللي جاي. سلام.